مرحبا أصدقائي، أتمنى تكونوا بألف خير. معاكم منى من قناة منى كورنر. فيديو اليوم زي ما شفتوا في العنوان حتكلم فيه بالتفصيل عن تكاليف المعيشة في الصومال. طبعا هذا الفيديو انطلب مني كثير، أو يعني انطلب بشكل غير مباشر، بحيث إنه يسألوا بعض المتابعين في الكومنت أسعار كذا أسعار كذا. فأنا في هذا الفيديو أحاول قدر الإمكان إني أستعرض أهم العوامل أو أهم متطلبات المعيشة في الصومال وأسعارها حاليا في 2022. فخليكم معنا. طبعا للي ما يعرفني، أنا اسمي منى، مواليد الصومال. ما أدري الفترة هذه مواليد الصومال، مواليد السعودية. انتقلت للصومال من فترة 4 سنين. في هذه الفيديوهات بشارك معكم تجربة استكشاف البلد. فاللي حاب هذا المحتوى أو حاب يتعرف أكثر على الصومال يا ريت يضغط الإعجاب ويشترك في القناة ويفعل الجرس، بحيث إنه يكون على علم بأي فيديو جديد أنا أنزله. طبعا خلينا نتفق على نقطة واحدة، وهي أهم نقطة، إنه كل الأسعار اللي راح أذكرها هي بتكون بالدولار الأمريكي. طبعا الدولار اللي هو الدولار الأمريكي، ما هو يعني ما في أحد يقول لي هل هذا بالريال هل هذا، لا، هو بالدولار الأمريكي. العملة المستخدمة هنا في الصومال هي الدولار الأمريكي. نبدأ بأول نقطة أو أهم شيء اللي هو السكن. طبعا السكن بينقسم لأقسام، يعني ففي السكن في الشقق أو العماير، وفي أيضا السكن في البيوت أو الفلل الأرضية، يعني بيت أرضي من طابق واحد بيكون في جوا البيت يعني كذا غرف، وبرا بيكون في زي البرحة بتكون مخصصة لباركن سيارة أو شيء زي كذا. طبعا الفرق بين البيوت وبين الشقق، الشقق بتكون أغلى نوعا ما من البيوت الأرضية هذه. بنتكلم في البيوت الأرضية ما بين، طبعا البيوت الأرضية غالبا تيجي ما بين 4 ل5 غرف، ما بتيجي أقل من كذا، نادرا ما يجي 3 غرف. أما الشقق بتيجي 2 ل3 غرف 4 ما إلى ذلك. بالنسبة لأسعار البيوت الأرضية تراوح ما بين 250 دولار لحد 350 400 على حسب الحي. طبعا بالنسبة للشقق بيكون الأسعار تبدأ من 300 دولار ل 350 450، كل شقة على حسب الإمكانات اللي بتكون فيها، على حسب ما بتكون جديدة أو كانت يعني كانت مسكونة قبل كذا ما إلى ذلك. فزي ما قلنا السكن يبدأ من 300 دولار وطالع، ما يوصل ل 450 ل 500 على حسب الشقة، على حسب على البيت. نيجي للشيء الثاني اللي هو مصاريف المقاضي او المواد الغذائيه. طبعا في فيديو كامل انا حطيته في القناه، نزلته قبل فتره، بيتكلم عن اسعار المواد الغذائيه في الصومال. طبعا ما حتكلم عن السعر بكل لان انا تكلمت هذا الفيديو، لكن الشخص بيتراوح يعني المعيشه او المواد الغذائيه في فيديو كامل انا نزلته في القناه قبل كم فتره قريبه، بيتكلم فيه عن بوريكم فلوج للمواد الغذائيه كيف اسعارها بالتفصيل. لكن انا بقول بحيث يعني بالتقريب، اذا كانت عائله صغيره مكونه من 3 4 افراد بتحتاج ما بين 100 ل 80 دولار على حد يعني تقريبي، ما هو شيء يعني ما هو شيء محدد، على حد تقريبي بقول. نجي لاسعار الكهرباء والمويه. طبعا المويه بتكون زي ما قلت ما هي مجانيه، بتكون مويه الحنفيه بفلوس. ايضا بتكون مويه الحنفيه هذه غير صالحه للشرب، فحتحتاجوا مويه شرب او مويه صحه تاخذوها من البقاله او تاخذوها من شركات محدده او معينه. ناتي الكهرباء طبعا على حسب الاستخدام. بتكلم عن عائله مثلا صغيره زي ما قلت، ما بتكون في مكيفات، طبعا الجو في الصومال غالبا هذه الفتره بيكون بارد، فالفرد ما بيحتاج تكييف. فنتكلم اسعار الكهرباء ما بين 25 ل 30، بتتراوح بتزيد بتقل على حسب شركه الكهرباء، لانه هنا شركات الكهرباء هي شركات اهليه، ما هي شركات خاصه بالدوله، ففي بعض يعني في شركات بتكون ارخص من بعض الشركات، ف يعني ما في شيء محدد. ايضا المويه نفس الشيء، شركات اهليه يعني خاصه، ما هي شركات يعني تابعه للدوله، فبتتراوح بعض الشركات بتكون ارخص من بعضها، لكن بنتكلم في حدود 10 ل 15 ل 20، ممكن توصل ل 30 في بعض البيوت، على حسب الاستخدام وعلى حسب كثره العائله وعلى حسب عدد الاشخاص. نأتي للإنترنت. الإنترنت طبعا بينقسم قسمين.
الدي اس ال اللي بيكون في البيوت اللي هو المعروف بيكون $30 في الشهر. طبعا التركيب مع الجهاز اول شهر بيكون 30 ثانيه، فبيكون $60 اول شهر، وكل شهر بعد كده بيكون $30. اما بالنسبه للداتا او الشركات او شرائح البيانات فبنلاقي $15 شهر مفتوح، ونلاقي كمان $2.50 اسبوع مفتوح، $1 تقريبا يوم مفتوح، فعلى حسب كل شخص واستخدامه. نأتي للشيء اللي أنا شايفته جدا مهم اللي هو المواصلات. المواصلات تنقسم لقسمين، مواصلات خاصة ومواصلات عامة. المواصلات الخاصة نفسها تنقسم لكذا قسم أو كذا نوع. بالنسبة للمواصلات العامة اللي هي بتكون الباصات الكبيرة أو الباصات اللي هي بتكون يعني باص يكون صاحبه شخص معين، ما هي باصات برضو خاصة بالدولة، هي باصات خاصة يعني أفراد. فالفرد هذا بيأجر الباص، وعن الباص بيكون له كذا ممر وبيكون له كذا محطة، فالشخص اللي بيركب الباص يكون عارف فين المحطة اللي يبغاها، فبيركب الباص بتكون غالبا الباصات أقل من $1، من $0.5 لأقل من $0.25 ما إلى ذلك. بالنسبة لهذه وسائل النقل العمومية، بالنسبة لوسائل النقل الثانية هي أبرزها وأهمها هنا في البلد اللي هي التوك توك أو البجاج زي ما يسمون هنا. أقل مشوار بيكون $1. طبعا بعض المشاوير بتكون $1، $1.50، 2، 3 على حسب بعد وقرب المشوار، لكن أقل من $1 غالبا ما في. برضو في وسيلة نقل ثانية اللي هي مثل أوبر، بيسموها هنا ركاب، اللي هو عبارة عن سيارة مثل سيارات أوبر تتطلب باتصال وبتيجي لحد باب البيت، بتكون نوعا ما أكثر خصوصية. طبعا هذه بتنحسب على حسب الكيلومتر، طبعا بيحسبوا على حسب الكيلومتر، لكن أقل مشوار عندهم $1.50. طبعا بيكونوا أغلى من التوك توك أو البجاج. أتمنى فيديو اليوم نال إعجابكم، حاولت إني أجاوب فيه على أهم الأسئلة. عبروني بالنسبة للمدارس وما إلى ذلك، أنا أطفالي صغار فما أعرف، ما عندي فكرة عن المدارس وعن الجامعات، ما عندي فكرة عن أسعارها. إذا توفر عندي أفكار يعني معلومات عنها إن شاء الله أكيد حشاركها معاكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، أيضا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم في وسائل التواصل الاجتماعي. أتمنى لكم التوفيق، مع السلامة.